وهذا الشيء علاش مونديال 2026 غيكون مختلف تماما بالنسبه للمغرب، حيت دابا المغرب ما غاديش يدخل كعنصر مفاجئ، لا هاد المره العالم كامل غادي يكون حاضر معنا وخايفين من المغرب. تخيل معايا المنتخب المغرب داخل واحد الملعب كبير في ميريكان، 80 ألف متفرج، الأضواء شاعلة، الكاميرات في كل أنحاء العالم، الناشد الوطني المغربي كيتسمع وسط نيويورك، ملعب ميت لايف، واحد من أخطر الملاعب اللي غادي تستقبل مباراة كأس العالم. هاد الملعب بحال مدينة كاملة كبيرة وكتخلع، الضغط فيه كيخنق حتى أكبر اللاعبين، ولكن اللي زوين كاينة جالية مغربية كبيرة في ميريكان، يعني في أي مباراة اللعابة غيحسوا راسهم بحال في الرباط ولا في الدار البيضاء، حيت اللي درابوت المغرب والطبولة غيكونوا حاضرين وديما مغرب. قطر كان كلشي قريب، اما في الميريكان المنتخب يمكن يسافر آلاف الكيلومترات بين مباراة ومباراة، والعيا هنا غيكون كيقتل المنتخبات، خصوصا ملي كتكون كتواجه منتخبات كبيرة بحال فرنسا، البرازيل والارجنتين والمانيا. والسؤال هنا، واش المغرب عنده السلاح باش يتقاتل؟ الجواب هنا غادي نعرفوه في التيران، حيت المغرب اليوم ما بقاش غير منتخب، المغرب ولا مشروع كيشوفوا العالم.